من الجريمة البشعة التي هزت الأردن، وكان ضحيتها فتى يبلغ من العمر 16 عاما من منطقة الزرقاء. بسبب تفاصيلها المؤلمة وتوثيقها بعدسات الكاميرا، خرج ضحية جريمة الزرقاء ليروي تفاصيل ما تعرض له من تعذيب ومحاولة قتل من قبل مجموعة من الأشخاص. وفي تفاصيل الحادثة قال الضحية في لقاء تلفزيوني إنه كان ذاهبا ليشتري الخبز، ورأى أحد الأشخاص من العصابة وقام بالهرب منه، ورأى باص نقلا صغيرا وطلب منه أن يوصله لمنطقة معينة، حيث تبين لاحقا أن سائق الباص كان من العصابة التي خطفته. تفاصيل مرعبة. أوضح الفتى أن لحظة ركوبه في الباص قال السائق للفتى صالح: إذا بتفتح ثمك بطعنك في المفك. وقام بتحميل شخص آخر في الباص وبدأ يضربه بجنط السيارة، وقاموا بنقله إلى أحد المنازل وفعلوا جريمتهم البشعة. وكان الفتى صالح يردد داخل الباص: الله أكبر الله أكبر، يا رب اجعلها بردا وسلاما علي، قبل أن يستدرك أنهم قاموا بنقله لأحد المنازل وبدأوا يتحرشون به ويعتدون عليه. وقال: حط إيدي على الطاولة وضربني بالبلطة عدة ضربات، وقام بفقع عيني بإدخال سكين داخل عيني، ومن ثم إدخال أصابعه في عيني، وأكد أنه كان يصرخ: الله أكبر الله أكبر، وبدأوا بسب الذات الإلهية وأنا أكبر. كان عدد الأشخاص الذين خطفوا الفتى صالح 12 شخصا، 7 داخل الباص و5 في مركبة صغيرة كانت خلفهم بحسب رواية الفتى الأردني. فمطلب محاسبة النائب الذي تواسط له وأخرجه من السجن وتسبب في هذه الجريمة بالأساس. هذا النائب الذي يتواسط لمجرم ذو أسبقيات وهو يدرك أنه في ثار بينه وبين شخص ثاني، هذا مثله مثل اللي قتل، مثل اللي سرق، مثل اللي قطع الإيدين. وفي تفاعل مؤثر للملكة رانيا مع قضية الفتى، قالت في منشور لها عبر الفيسبوك: كيف نعيد لك ما انتزعه المجرمون، وكيف نلملم أشلاء قلب أمك وذويك، كيف نحمي أبناءنا من عنف وقسوة من استضعف الخلق دون رادع ولا وازع. جريمة قبيحة بكل تفاصيلها. شو بسوي؟ يا بي والله لا. ناشد بإعدامهم شنقا حتى الموت. هذا وقد وجه ملك الأردن عبد الله الثاني المعنيين بتوفير العلاج اللازم للفتى، وأمر بإحاطته بالعناية الصحية اللازمة. كما تابع الملك تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التي نفذتها مديرية الأمن العام قيادة الشرطة الخاصة في منطقة شعبية مكتظمة، وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة البشعة بحق طفل الزرقاء. وأكد الملك ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، لافتا إلى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار. هي أن إذا كانت يدين اصطناعية أو يلمسهم يصيروا حقيقيات. والله بلاش إنه نطلع أول لما أبي مظلوم. هي أن إذا كانت يدين اصطناعية أو يلمسهم يصيروا حقيقيات. عزيزي مشاهد قناة أنوار بوست، في رأيك ما هي الجريمة الذي يستحقها هؤلاء المجرمين؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات. مع السلامة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.